طبعا ريال مدريد ما يعرف يفوز بشرف أبد مستحيل، لازم بأخطاء ومساعدة التحكيم. هاي أول فقرة. 2، حكم اللعبة البارحة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الفرنسي كليمون توريان محكم لأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال 4 لعبات. ال4 لعبات أتلتيكو مدريد خاسر ب3 ومتعادل ب1. سبحان الله، شوف الصدفة. نفس الحكم حكم لريال مدريد بدوري الأبطال 8 لعبات. 8 لعبات ريال مدريد فايز ب7 ومتعادل ب1. يا سبحان الله، شوف الصدف، فريق يخسر وفريق يفوز. سبحان لك بها إرادة يا خالق الجرادة. هاي أول وحدة. 2، الهدف الثاني مع ريال مدريد إبراهيم دياز، احنا قاعد نشوف انه فينيسيوس يعني حاجب الرؤية على أوبلاك، وهذا الهدف انحسب صحيح، رغم ما انه فينيسيوس مأثر على أوبلاك وساد الرؤية عليه. هاي 1. 2، لايبزيك مسجل على نفس البطولة على ريال مدريد بهدف، اللغة داعي انه هذا اللاعب حجب الرؤية على الكورتوا. شوفوا الهدف هنا يلغي وهنا ينحسب. هنا حجب الرؤية لغى الهدف، هنا لا ما حجب الرؤية، يعني هدف شرعي، مع انه الحالتين نفس بعض، اثنين يشابهن.